تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور. يعني لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، النسخة المدمجة دي اللي احنا فتحناها تقريبا من سنة ونص فاتوا، ولحد الآن النسخة شغالة معاك ما سجلتش خروج وطالبة تحديث، تقدر تحدث بالنسخة دي. تمام. وبرضه لو حضرتك جديد معانا تقدر تجرب النسخة دي، تعمل لها تثبيت على الموبايل بتاعك. بعد ما تثبتها تقدر تحط رقمك المحظور فيها، اشتغل معاك خير، ما اشتغلش معاك خير، لان النسخه دي بتفعل بعض الارقام المحظوره بنسبه 40%. تمام. يعني النسخه دي ممكن تحط رقمك يشتغل بس بنسبه 40%. يعني هنقول كمثال مثلا 100 واحد ثبتوا النسخه دي، 40% بس منهم اللي هتشتغل معاه، وال 60% لا. تمام. ولكن كل اللي عليك تقدر تجرب النسخه. تمام. اشتغلت معاك خير، ما اشتغلتش معاك خير، تقدر ترجع للفيديو السابق وتعمل ربط بالنسخة بتاعة الفيديو السابق، تقدر تربط بيها عادي، دي ما فيهاش ادنى مشكله. ولكن تتابع الفيديو السابق اللي هيظهر لك هنا في علامه الاي. تمام. كل اللي علينا هنمسك الموبايل بتاعنا، لو حضرتك بقى جديد معانا تمام، عشان تقدر تجرب تشوف الرقم بتاعك هيشتغل ولا لا. تمام. هنطلع كده، هندخل على المتجر بليه. تمام. بعد كده نبدا نبحث عن تطبيق زي ارشيف. تمام. اهوت هنضغط عليه، هيبدأ يظهر معانا بالشكل ده، نضغط عليه. النسخة ديت أو التطبيق ده اللي هتثبته على الموبايل بتاعك. بعد ما تثبته هتطلع خالص، هتدخل على قناة التليجرام، رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو. تمام. هنا جي بي واتساب بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنضغط عليه اهوت. بعد كده يظهر ايقونتين لي تطبيق زي ارشيف. لو ضغطت على الايقونه اللي فيها استخرج الى اسم الارشيف هيقول لك الارشيف تالف. تمام. هنضغط على الايقونه اللي فيها انجليزي فقط. بعد كده جي بي واتساب بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنضغط عليه، هنضغط على جي بي، هنقول تثبيت. هنا بيطلب مني كلمة المرور. كلمة المرور أنا بقولها بصوتي وركز معايا في الفيديو. أول جزء من كلمة المرور هيكون 40. تاني جزء بقى هقول لك عليه في نهاية الفيديو. يعني أول جزء 40، تاني جزء بقى هقوله لك في نهاية الفيديو. تمام. أنا هكتبه وارجع لكم تاني. بعد ما كتبت كلمة المرور كاملة والحسنة هيبدأ يستخرج معايا النسخة. هقول أداة تثبيت الحزب، تحديث. تمام. عشان النسخه معاكم طالبه تحديث، اما لو جديده هيقول لك تثبيت، هتبدا تثبتها عادي. تمام. جاري التثبيت كده، تم التثبيت. هنروح على النسخه اهيت. تمام. هنضغط عليها اهيت، هتبدا تظهر معاك بالشكل ده. هنضغط على الثلاث نقاط، تحديث جي بي واتساب. لو ضغطنا عليها تحديث جي بي واتساب تابع اليوتيوب، ضغطت عليها كده ابدا ادخلك على قناتنا على اليوتيوب، تتابع التحديثات الجديده والفيديوهات الجديده. هنرجع. تمام. هنبدا نضغط على الثلاث نقاط، تحديث جي بي واتساب، تحديث من قناه التليجرام، يبدا ادخلك على قناتنا على التليجرام. تمام. تقدر برضو تتابع جميع التحديثات وجميع النسخ. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط اضافات جي بي. هنا طبعا جي بي واتساب عبد الله صلى على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو ضغطت كده دي شكل النسخه اهيت. تمام. هنا طبعا الحمايه والخصوصيه، وهنا السمات طبعا. عندك 4032 سيم. تمام اهوت. ولكن هنرجع على التحديثات. هنا اصدارك الحالي محدث بالفعل. تمام. سجل التغيرات هنا طبعا زي ما انتم شايفين اهو، تاريخ التحديث 24/1/2026 اللي هو النهارده عملنا لها تحديث. ودي كل الحاجات اللي هي تمت التغيير عليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام. هنضغط كده. تمام. هنا طبعا لو انت عايز تثبتها من قناتنا على التليجرام اهوت، هنرجع. هنا طبعا حول التطبيق، هنا تم التعديل بواسطة عبد الله الباشا. هنا رسالة الشكر اهيت، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. عبد الله الباشا فولو تليجرام، دخلك على قناتنا على التليجرام. هنا طبعا يوتيوب، هيبدأ يدخلك على قناتنا على اليوتيوب. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم، ولو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. واشوفكم في فيديو جديد، واخر جزء من الباسورد هيكون 40. لو ما سمعتش الجزء الاول انا قلته كام، رجع الفيديو من الاول واسمع الجزء الاول انا قلته كام، وتعالى عند الجزء الثاني وهو 40. الجزء الثاني 40. تمام. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.